هلا شباب، شلونكم؟ اخباركم؟ الله تكونوا بخير. رجعنا في جديد وحلقة جديدة على قناتي مارك ار تي. اليوم الحلقة خاصة بتوقعاتي لمجاميع وتوقعاتي بشكل كامل لمونديال قطر 2022 ان شاء الله. طبعا قبل لا ابدا بالفيديو، الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على كل من اجل يوصلك كل ما هو جديد من فيديوهات ان شاء الله. طبعا المجموعة الأولى يعني كما تعرفون المجموعة الأولى تضم منتخبات قطر مستضيف الإكوادور والسنغال وهولندا. طبعا قطر بالطابع وبالقوة، يعني طابع الجمهور أمر طبيعي. الإكوادور منتخب جيد، اليوم لعبتنا وياهم إن شاء الله مع المنتخب الوطني. السنغال هولندا، يعني مجموعة يعني صعبة جدا، يعني منتخبين قويين، منتخبين يعني عفوا منتخبات يضمون يعني قوة، خاصة يعني الفترة الأخيرة منتخب هولندا بتحسن. وصيف كأس العالم 2010 وصيف إسبانيا. فبالأمنيات أتوقع الإكوادور سيكون متصدر مجموعته، مو الأمنيات آسف، توقعات الإكوادور سيكون متصدر مجموعته. هذا مو أمنيات أو شيء، بالأكد أمر واقع. نعم أمر واقع، الإكوادور متصدر لمجموعته. المجموعة الثانية يعني عفوا المركز الثاني يعني صعب، تحس صعب بين منتخبات قطر هولندا السنغال، أمر جدا صعب. لكن توقعاتي يعني أمنيات قطر، لكن بالواقع يعني هولندا بالمستوى الهجومي أفضل من قطر، السنغال أيضا، لكن أمنياتي أتوقع سيكون المركز الثاني قطر إن شاء الله. قطر في المركز الثاني. المجموعة الثانية مجموعة الموت، أو مجموعة صعبة طبعا. المنتخب الإيراني، مجموعة ضم منتخب إنجلترا، المنتخب الإنجليزي، إيران، منتخب أمريكا، ومنتخب ويلز نعم. بالواقع إنجلترا يضم لاعبين كبيرين، من أبرزهم هاري كين، كثير من اللاعبين. إيران يعني الفترة الأخيرة تحسن ملحوظ، خاصة عندما لعبناهم، لكن مو منتخب يعني أداء جيد، يعني مدرب جيد كيروس، لكن أداء مو بالأداء المطلوب. أمريكا يعني منتخب جيد. الويلز يعني الفترة الأخيرة ما كان يشارك كأس العالم، يعني آخر كأس العالم كان قبل سنوات. وأيضا يضم لاعبين مثل كارت بيل، يعني لاعبين كثيرين يعني جيدين مع منتخب ويلز. لكن أنا بالواقع إنجلترا متصدر المجموعة، أمر طبيعي جدا. إنجلترا الفترة الأخيرة تحسن ملحوظ، صح التعثرات الأخيرة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، لكن هذا أمر كان مو مقياس، هذا أمر مو مقياس. فإنجلترا متصدر لمجموعته الأولى، مجموعته الثانية متصدر لمجموعته. بقى عندنا فقط إيران وأمريكا والويل. إيران يعني جيد، إنجلترا عفوا أمريكا جيد، ويل أيضا جيد، لكن بالأمر الواقع ما تقدر تتحسن أو تتبع على المنتخب اللي راح ينافسك بمجموعتك أو بمجموعة المنتخبات الأخرى. فأنا أتوقع المجموعة هاي مجموعة صعبة، مجموعة قوية، تضم منتخبات رائعة، وأيضا مجموعة جدا قوية. فالمركز الثاني سيكون منحصر بين منتخب أمريكا والمنتخب الويل، لكن أتوقع سيكون أمريكا وصيفا لمجموعة إنجلترا وإيران وويلز، يعني إنجلترا إلى دور 16 وإيران عفوا أمريكا وصيفا لإنجلترا. المجموعة الثالثة مجموعة الموت، أيضا المنتخب السعودي يضم مجموعة صعبة، يعني تتحدث عن منتخبات الأرجنتين، السعودية، المكسيك اللي لعبنا وياهم قبل تقريبا 3 أيام، بولندا ليفاندوفسكي. جدا مجموعة صعبة يعني. ف بالأمنيات يعني أتمنى المنتخب السعودي يكون وصيف السعودية الأرجنتين. طبعا الأرجنتين بكل تأكيد سيكون متصدر مع ليون ميسي، دي ماريا، كثير من اللاعبين الأرجنتينيين. الأرجنتين سيكون متصدر لمجموعته. المنتخب الوصيف صعب، تحس ياخذ المنتخب الوصيف ياخذ لي عفوا راح يكون منتخب وصيف. اتوقع المنتخب الوصيف راح يكون منتخب بولندا. نعم
منتخب بولندا يكون الوصيف، هو المنتخب السعودي، اسف، المنتخب السعودي يكون الوصيف. بالواقع بالامنيات يعني السعوديه تقريبا شبه جيد، ممكن يفازينا، يعني ممكن يتعادل مع المنتخب الارجنتيني، ممكن يتعادل، وممكن يكسب على الاقل نقطه من المنتخب المكسيكي، ممكن يفوز على منتخب بولندا. فان شاء الله السعوديه سيكون وصيف المنتخب الارجنتيني ان شاء الله. امنيات وليست توقعات. توقعات على بولندا، لكن اتوقع السعوديه ان شاء الله وصيف. فمضطر المجموعه الثالثه السعوديه، والوصيف سيكون المنتخب السعودي. المجموعه الرابعه مجموعه فرنسا واستراليا والدنمارك والمنتخب العربي تونس. نعم مجموعه صعبه، مجموعه يعني الدنمارك يعني تقريبا المجموعه هاي كانت موجوده في مونديال 2018، لكن ما عدا المنتخب التونسي يعني والمشكله نفس المجموعه، يعني المجموعه الرابعه كانوا موجودين بنفس المجموعه المونديال 2018. لاحظنا منتخب الدنمارك كان منتخب مرعب، استراليا منتخب جيد، تونس جيد، فرنسا جيد، لكن انا توقعاتي سيكون فرنسا متصدره لمجموعته مع كيليان مبابي وكريم بنزيما وكريزمان وكثير من اللاعبين. الوصيف يعني تعال اتبع مركز الوصيف، امر جدا صعب. اتوقع الوصيف امنيات صعب، امنياتك صعبه، امنياتك صعبه. اتوقع الوصيف سيكون الدنمارك. نعم الوصيف سيكون الدنمارك. انا يعني احترامي للمنتخب التونسي، لكن صعب تتوقع يتأهل المنتخب التونسي، صعب. ففرنسا مصدر مجموعته، واستراليا عفوا الدنمارك وصيفا لمجموعته الرابعه. المجموعه الخامسه مجموعه الموت ايضا، لكن ما اتوقع ولكن لك يعني اسبانيا وكوستاريكا اللي حيلعب معنا بالبصره، المانيا واليابان. يعني بدون توقعات اسبانيا متصدر والمانيا وصيفا لمجموعه. امر طبيعي، توقع منطقي، لان منتخب اسبانيا منتخب قوي، طبعا يعني مدرب ما تدعى راموس، لكن امر طبيعي مع فكر المدرب. يعني ما اقتنعت على فكر المدرب، ولا اكون مدرب ما تدعى باللاعب الا ما تدعى باللاعب. فاسبانيا متصدر لمجموعته، والمانيا وصيفا لمجموعته ايضا. المجموعه الخامسه المجموعه السادسه، المجموعه التي هي اصعب مجاميع ايضا، تضم بلجيك، كندا، المغرب، كرواتيا. صعبه ايضا، يعني مجموعه صعبه تضم المغرب يعني فاجأنا في 2018 منتخب جيد، استطاع الفوز على منتخب تشيلي، منتخب ايضا متمرد في الفتره الاخيره. فانا اتوقع يعني بلجيكا عندك لاعبين مثل كيفن دي بروين، حارس بورتو كارتوا، كثير من اللاعبين. فاتوقع مصدر سيكون بلجيكا بكل تاكيد. الوصيف يعني المغرب ممكن يفوز على كرواتيا مو بافضل احوالهم، فبلجيكا متصدر، والمغرب مفاجأة المجموعة سيكون وصيفا لبلجيكا. هاي امنيات وصيفا المغرب سيكون وصيفا لبلجيكا. المجموعة السابعة مجموعة البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون. يعني نفس المجموعة تقريبا، ذلك منتخب ما قبل منتخب ماضي في 18. البرازيل متصدر مجموعته، امر طبيعي. سويسرا سيكون وصيفا لمجموعته، امر طبيعي. اتوقع سويسرا وصيف، لان سويسرا متحسن في الفترة الأخيرة. يعني سويسرا مو سويسرا اللي في مونديال 2018 اللي كان يخسر، لا سويسرا افضل من صربيا والكاميرون. فاتوقع البرازيل متصدر مجموعته، وسويسرا وصيفا لمجموعة البرازيل. المجموعة السابعة والمجموعة الأخيرة، المجموعة التي تضم نجم العالم كريستيانو رونالدو، ومنتخب البرتغال عبر منتخب غانا، ومنتخب أوروغواي، ومنتخب كوريا الجنوبية. مجموعة مو سهلة، مو هينة هاي المجموعة. فأتوقع البرتغال متصدر هذه المجموعة، وأوروغواي عفوا أوروغواي وصيفا للمنتخب البرتغالي. طبعا توقعنا متصدرين المجموعات كما شفتم، البرتغال طبعا متصدر قلت لك، واوروغواي وصيفا لهذه المجموعه. طبعا قبل لا اروح على دور 16 بعد تنويه، طبعا قبل لا نكمل بالفيديو، طبعا تساؤل ليش ما نطلع اليوم وجهك. طبعا الاستوديو بشوي شغل، وانا عندي ظروف ما اقدر اطلع وجهي، فان شاء الله الحلقه الجايه اطلع وجهي مره ثانيه، لان طبعا عندي بالاستوديو شغل. ان شاء الله نروح اتوقع دور 16 ونشوف يا هم اللي هيتأهل.
طبعا وصلنا إلى دور 16. دور 16 طبعا مواجهات قوية تشهد طبعا دور 16 أول مرة بجوائز ثلاث منتخبات عربية اللي هم السعودية وقطر والمغرب. طبعا حسب التوقعات طبعا حتى الآن أول مواجهة من دور 16 مواجهة الإكوادور مع المنتخب الأمريكي، مواجهة متكافئة، مواجهة يعني متوازنة بين المنتخبين، لكن لازم يعني واحد عنده فائدين، يعني ما تقبل القسمة على اثنين. فأتوقع المنتخب الإكوادور يفوز على المنتخب الأمريكي ويتأهل إلى دور ربع نهائي. ثاني مواجهة من دور 16 هي مواجهة الأرجنتين والدنمارك، يعني بدون تكلم بدون تحدث عن المنتخبين، فبكل تأكيد المنتخب الأرجنتيني كفة أعلى، فالأرجنتين إلى دور ربع النهائي بخطى جيدة من أجل تحقيق النجمة الثالثة إن شاء الله. طبعا المواجهة الثالثة مواجهة إسبانيا مع المنتخب المغربي، مواجهة متكررة من مونديال 2018 بيوم النتيجة 2-2 بين المنتخبين، لكن المغرب الآن يعني بأفضل أحواله، منتخب جيد. منتخب إسبانيا منتخب أيضا جيد، يضم عناصر جيدة. دور 16 يعني المغرب يعني بوقت حيكون يعني حالة أهله يعني يكون جيد، لكن أتوقع المنتخب الإسباني سيوقف رحلة المغرب نحو ربع نهائي مونديال قطر. المواجهة ديربي القارة اللادينية، مواجهة البرازيل مع الأوروغواي، مواجهة حديدية. طبعا البرازيل سيكون كفة أعلى، فأتوقع تأهل منتخب البرازيل من دون أي منازع، توقع منطقي، لأن البرازيل أقوى من منتخب الأوروغواي. المواجهة السادسة أو الخامسة هي مواجهة اللي تشهد يعني بين أهل الدار والمنتخب الإنجليزي، منتخب إنجلترا. مواجهة صعبة، مواجهة ليست بالسهل المنتخب القطري، لكن يعني يسامحون يا أخوان القطريين، لكن يعني أنا لازم أتوقع حسب الموجود إنجلترا إلى دور ربع النهائي. فرنسا مع المنتخب السعودي، مواجهة أيضا صعبة، مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، منتخب سعودي جيد لكن منتخب فرنسي أفضل من المنتخب السعودي في كثير، فأتوقع التأهل للمنتخب الفرنسي، توقع منطقي، لأن المنتخب الفرنسي أقوى في كثير من المنتخب السعودي. بلجيكا وألمانيا، مواجهة قوية، مواجهة ليست بالسهلة للمنتخب الألماني والبلجيكي أيضا من نفس التوقيت. أتوقع تأهل المنتخب البلجيكي عبر ألمانيا إلى دور ربع النهائي إن شاء الله. المواجهة الأخرى سويسرا مع منتخب البرتغال، أتوقع أيضا تأهل المنتخب البرتغالي إلى دور ربع النهائي. نعم، ومن المواجهات إلى دور 16 دور ربع النهائي، مواجهات صعبة، كرواتيا والأرجنتين، اسبانيا والبرازيل، وانجلترا عفوا فرنسا، المانيا مع المنتخب البرتغالي. طبعا نبدا مواجهه الاكوادور مع المنتخب الارجنتيني، مواجهه صعبه. المنتخب الاكوادور بكل تاكيد الاكوادور يعني وصل هذا الشيء يعني دور ربع نهائي امر جيد، لكن الارجنتين الى نصف نهائي البطوله. اسبانيا والبرازيل، مواجهه صعبه بين المنتخبين، مواجهه متكافئه، صعب شوي على المنتخب الإسباني، لكن البرازيل هو الآخر إلى دور نصف النهائي. إنجلترا وفرنسا، مواجهة صعبة، مواجهة ليست بالسهلة. أتوقع منتخب فرنسا يكون ند المنتخب الإنجليزي، وأيضا المنتخب الإنجليزي يكون ند، لكن فرنسا صعب شوي، فأتوقع المنتخب الإنجليزي إلى دور نصف النهائي. مواجهة صعبة أيضا بين المنتخب البرتغالي والمنتخب الألماني، مواجهة يعني صعبة جدا. المنتخبين ألمانيا يبحث عن تأهل، البرتغال أيضا يبحث عن تأهل، فأتوقع المنتخب البرتغالي سيتأهل إلى نصف النهائي، على اعتبار المنتخب الألماني ليس بأفضل أحواله، يعني صح وصل هذه المرحلة، لكن كانت مواجهات سهلة كما ذكرت في الفيديو. الأرجنتين ضد البرازيل، مواجهة الكلاسيكو القوية. طبعا مواجهة ستكون جدا صعبة، لكن أتوقع التأهل سيكون للمنتخب الأرجنتيني، والأرجنتين إلى دور
نصف النهائي إلى النهائي عفوا. والمنتخب الإنجليزي ضد المنتخب البرتغالي، مواجهة صعبة لكن سيحسمها المنتخب البرتغالي، والبرتغال إلى إلى نهائي مونديال قطر 2022 مواجهة كريستيانو وميسي. طبعا مواجهة صعبة، نهائي بين منتخبين البرازيل عفوا الأرجنتين والبرتغال، برازيل أوروبا. مواجهة صعبة، أتوقع الفوز سيكون، ومواجهة تكون صعبة جدا، لكن ستكون الكفة أعلى بالمنتخب الأرجنتيني. فالأرجنتين بطلا لكأس العالم في قطر 2022 بشكل رسمي. لهنا يكون خلصنا فيديو ما توقعات مونديال قطر، وإن شاء الله أصيب بالتوقعات ولا أصبت، يعني صارت كم لغة صحيحة. يعني إن شاء الله يقول الأرجنتين بطل لكأس العالم. شكرا لمن تابع الفيديو، انسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وإن شاء الله من يكمل الاستديو أرجع أطلع وجهي مرة ثانية. يا شكرا للي تابعت الفيديو، إلى اللقاء.